ديرل بعد ما راح لفرنسا يدور على صديقه وما لقيهوش، فضل هناك عشان خاطر يحمي لوران وسط نهاية العالم ووجود الزومبي في كل حتة. والأسوأ من كل ده البشر، لوران اللي الكل حاليا بيحاول يوصلوا لأنهم فاكرين إن عنده مناعة من الزومبي. ولكن كارول صديقة عمر ديرل طلعت تدور عليه، وحرفيا لازم تسافر له من أمريكا لفرنسا عشان تلاقيه، وده كله برضه وسط نهاية العالم والزومبي. فهل يا ترى هيتجمعوا في الآخر ولا نهاية العالم ليها رأي آخر؟ ده بقى اللي هنشوفه ملخص فيديو النهارده. قبل بقى ما نبدا الفيديو يا صديقي، تعال نفتكر مع بعض احداث الموسم اللي فات. اخر حاجه احنا شفناها في الموسم اللي فات ان ديرل وصل لفرنسا واتعرف على ايزابيل وصديقتها سيلفي والطفل اللي معاهم لوران. وطبعا طول الموسم كان بيحاول يساعد ايزابيل وسيلفي انهم يوصلوا لوران لمدينه امان يعيش فيها، والمدينه دي كان اسمها العش. وبرضه عرفنا ان لوران مهم جدا جدا لان الناس فاكراه يبقى المنقذ وعنده مناعه من الزومبي، بحكم يعني ان امه اللي هي كانت اخت ايزابيل ماتت وتحولت لزومبي وهي بتولد لوران، وبالتالي الناس فاكراه عنده مناعه. المهم ديرل قدر يساعدهم ووصلهم فعلا للعش عند الاب لوسانج قائد العش. بس ديرل طول الوقت اتعرض لمشاكل كتير، ومن الناس اللي عملت مشاكل مع ديرل كانت مدام جيني، لان مدام جيني كانت عاوزه تخلي كل فرنسا تحت امرها والكل يطيعوها. بس لوران الكل كانوا بيؤمنوا بيه اكتر منها، فكانت عاوزه تخلص منه، وبالتالي دخلت في صراعات كتير مع ديرل. والحمد لله ديرل هرب منها، ووقتها بقى خلت جيني واحد من رجالتها واللي كان اسمه كودران يروح يخلص على ديرل، بحكم ان اصلا كودران كان عاوز ينتقم من ديرل لانه قتل اخوه قبل كده. بس في الاخر كودران سامح ديرل ومرضيش يقتله، بل قتل رجاله جيني عشان ديرل يقدر يساعد لوران. بعدها عرفوا ديرل انه رايح على العش، فسابه ورجع تاني لجيني، وحاول وقتها ان هو يضحك عليها ويقول لها ان ديرل هرب منه. بس جيني قفشته وقبضت عليه لغايه ما يعرفها فين ديرل. اما بقى ديرل بعد ما وصل لوران للعش واطمن انه في امان، ودع بقى ايزابيل وراح لمركب كان جابها له الاب لوسانج عشان خاطر يرجع بيها امريكا. ومعرفناش وقتها ديرل رجع فعلا امريكا ولا لا، خصوصا وان لوران جاله. وحاجه كمان اخيره كده، اوعى تنسى صديقي ان كارول طلعت تدور على ديرل ولسه ما وصلتش لحاجه. وبس يا سيدي نبدا الموسم الجديد، ولكن يعني اوعى تنسى انك تعمل لايك خصوصا الفيديو ده لانه مهم شويه، وطبعا كومنت جميل كده، اي كومنت يعني حط لي قلبي كده في الكومنت وانا هبقى مبسوط والله. عامه نبدا بقى الموسم الجديد. بيبدا الموسم الثاني وبنشوف ديرل بيمرن لوران على قتل الزومبي، ومن هنا بنعرف ان ديرل مرضيش يسيب لوران بل قرر يعيش معاه هو وايزابيل. وحاليا بعد شويه تدريب على قتل الزومبي بياخدوا بعضيهم وبيرجعوا العش. في الوقت ده في العش الاب لوسانج كان قاعد مع كل اهل المكان وبيقول لهم حاجه مهمه. قال لهم ان جات له اخبار من باريس من جماعه فالو ان مدام جيني راحت لجماعه فالو وخطفته هو واتنين من رجالته. ايزابيل وسيلفي في اللحظه دي خافوا جدا وقالوا لوسانج اننا لازم نتصرف ونطلعهم لان الناس دي ساعدتنا، وكمان لو ما ساعدناهمش جيني هتقتلهم. وقتها لوسانج قال هنفكر وارد عليكم. بس وقتها دخل ديرل المكان وكان سمع كل ده، فكسف لوسانج قدام الكل وقال له ما ينفعش تفكر، لازم تتصرف وترد لهم الضربه على طول ونحرر فالو. في الوقت ده خلى لوسانج الكل يطلعوا بره. بعدها قعد هو مع ديرل وكان باين جدا انه متضايق من وجود ديرل. فاولا كده ساله انت قدامك قد ايه وتمشي من هنا؟ فقالوا ديرل بمجرد ما تعرف تجيب لي مركب تانية ترجعني امريكا وقتها همشي على طول. بعدها قال له لوسانج حاول تقلل من تمارين القتال للوران لاننا هنا بنحاول نعلمه حاجات اهم ومفيده ليه. طبعا ديرل ما كانش فاهم هو لوسانج بيتكلم كده ليه معاه اصلا، بس عموما قال له حاضر وطلع لايزابيل. ديرل قال دلوقتي لايزابيل ان لوسانج عاوزني ما اعلمش لوران تاني اي حاجه، لكن أنا مش هسمع الكلام. بعدها قال لها ديرل انا اصلا الصراحه مش حاسس ان ده المكان اللي المفروض اكون فيه. انا ليا اهل واصحاب عايشين في امريكا وكل يوم بفكر اني ارجع لهم، وبفكر هل هم لسه فاكريني ولا لا. عامة بيعدي ديرل الموقف وبيعدي كمان كام يوم، وبيعرف ديرل دلوقتي ان الاب لوسانج عاوزه. فعلا ديرل بيروح له، فبيقول دلوقتي الاب ان جات له اخباريه ان جيني هتنقل فالو والاتنين اللي خطفتهم معاه على مكان تاني خالص، فانا هبعت دلوقتي فريق يخلصوا عليهم ويجيبوا فالو ورجالته. وقتها ديرل قال له انا هروح معاهم، فوافق الاب لوسانج عادي خالص. وفعلا خد ديرل بعضه وطلع مع رجاله الاب، وكانوا حرفيا ناصبين كمين لجيني ورجالتها وحاطين دلوقتي قنبله بفتيل عشان لما عربيات جيني تعدي تنفجر. وبس فضل كل المنتظرين العربيات تعدي لغايه ما اخيرا وصلت، بس للاسف القنبله ما انفجرتش. بس ديرل ما انسحبش وعلى طول طلع مسدسه وفضل يضرب على عربيات جيني لغايه ما قلب عربيه منهم وخلص فورا على اللي وراها بطلقات النار. وطبعا كل مع ديرل فضلوا هم التانيين يضربوا على جنود جيني لغايه ما قتلهم كلهم. والحمد لله الموضوع دلوقتي عدى على خير. وقتها راحوا ديرل واللي معاه حرروا فالو والاتنين مساعدينه واخدوهم وقرروا يرجعوا للعش. بس في الوقت ده لقي ديرل ان جيني كانت وسط رجالتها وهي الوحيده اللي عايشه، لكن يعني مصابه. فوقتها ثبتها ديرل بسلاحه وخلاص هيقتلها،
بس للاسف في الوقت ده انفجرت القنبله اللي كانوا رابطينها اخيرا، فشتتت انتباه ديرل وبالتالي هربت جيني. في المجمل ما اهتمش قوي ديرل يعني، وخد فالو والكل ورجعوا العش. وهناك الكل رحبوا بفالو بالكل بافضل ترحيب، ولوران كان فرحان جدا على فكره ان ديرل رجع له بالسلامه. بعد شويه كان قاعد الاب لوسانج مع المساعده بتاعته واللي اسمها بالمناسبه جستينا، والغريب يعني هنا انهم كانوا بيتكلموا عن حفله لازم تتعمل ضروري وتتعمل للوران، ولكن عشان يعملوها لازم يتخلصوا من ديرل. وقتها ما ردش عليهم الاب وفضل بص على ديرل من بعيد. بس الغريبه هنا بقى ان تاني يوم بتصحى ايزابيل عادي خالص وبتروح تصحي لوران، فبتلاقي لوران مش في اوضته وشباك الاوضه بتاعته مفتوح وفي حبل متعلق. فبسرعه بتنادم الكل وبتصرخ، فبتجيلها جستينيا وبتعرفها ان الحراس بيقولوا ان في حد على وشه وشم ضربهم وخطف لوران وهرب بعربيه. في اللحظه دي ديرل والكل بيتاكدوا ان ما دام على وشه وشم يبقى كده حد تبع رجاله جيني، وبالتالي بسرعه بيلموا الكل بعضيهم وبيروحوا عشان خاطر يخطفوا اثارهم. العبره هنا ان الاب لوسانج طلع مع ديرل رجاله كتير جدا وما كانش عاوز لا فالو ولا ايزابيل يروحوا، بس برضه هم اصروا وطلعوا مع ديرل. عموما طلعوا الكل وفضلوا ماشيين فتره بالعربيه لغايه ما بعد شويه وصلوا لحته كده لقيوا ان اثار العربيات بتاعت رجاله جيني وقفت عندها، فنزلوا من العربيات وبداوا يخطفوا الاثار ويكملوا ماشي. فعلا بعد مده وصلوا المبنى كده المفروض ان الاثار بتقول ان لوران ورجاله جيني كلهم جوه. بسرعه دخلوا الكل جوه، لكن فجاه الرجاله اللي كانوا جايين دلوقتي مع ديرل تبع الاب لوسانج بداوا يحاولوا يقتلوه، وحتى رجاله جيني اللي هنا هم كمان بداوا يقتلوا ديرل. بس على مين ديرل بكل براعه فضل يقتل فيهم يمين وشمال لغايه ما خلص على اغلبهم، وجت بعد كده ايزابيل وساعدته. بعدها قالت له ان رجاله جيني اللي موجودين هنا دول مش رجاله جيني، بل انا شفتهم قبل كده في العش، يعني دول تبع لوسانج. ديرل ما كانش فاهم اي حاجه خالص، فنزل لفالو فلقي ان فالو دلوقتي واحد من رجالته مثبته هيخلص عليه. وقتها ديرل والكل ثبتوه، فهددهم الشاب ده دلوقتي انه هيقتل فالو لو ما نزلوش سلاحهم. وقتها الكل نزلوا سلاحهم وقال لهم بقى الولد ده انه اسف انه خانهم. بس جستينيا قالت للكل ان ديرل عاوز ياخد مننا لوران، وبالتالي كان لازم ان هو يموت. وايزابيل دلوقتي وفالو ما كانش مخطط لهم اصلا ان هم يجوا، بس خلاص بما انهم جم مش مهم، كده كده بكره الصبح الحفله هتتعمل للوران وقتها مفيش حاجه هتفرق بعدها. في اللحظه دي الولد ده كان هيقتل ديرل، هوب ضربه فالو فمسكت ايزابيل مسدسها وخلصت عليه. بعد اللي حصل ده قالت ايزابيل لديرل احنا لازم نرجع العش بسرعه قبل ما يعملوا الحفله للوران، لان كده لوران لسه في العش وهيعملوا له الحفله. طبعا ديرل وافق وفورا خدها وطلعوا على العش. في الوقت ده على فكره سيلفي كانت موجوده في العش وما طلعتش مع الكل، لكنها وهي هناك لقيت ان الطباخه بتاعه المكان بتعمل اكل اللي لوران اصلا بيحبه جدا، وتقريبا هو الوحيد اللي بيحب الاكل ده هنا. فطبعا استغربت وتتبعت الست دي وهي بتودي الاكل لغايه ما لقيتها ودت الاكل لمكان كده متطرف خالص، وفي المكان ده في حد. وقتها استنت سيلفي الطباخه تمشي بعد يعني ما ودت الاكل، وعطول راحت سيلفي دخلت جوه الاوضه دي فلقيت هناك لوران لوحده، وفجاه ظهر من وراها بقى الاب لوسانج. فهنا ادركت سيلفي كل حاجه وان كل ده كان مجرد كمين عشان خاطر يعملوا للوران الحفله. وبالتالي دلوقتي الاب خد سيلفي وحبسها في اوضه لانها طبعا كشفتهم. عموما بعد شويه حد من الحراس كان بيجيب اكل لسيلفي، فسيلفي راحت ضرباه جامد على دماغه فاغمى عليه، وهي بقى طلعت زي المجنونه وفضلت تنده على لوران وتحاول تستنجد باي حد، بس ما حدش ساعدها لغايه ما جالها تاني الاب وبعد دلوقتي رجالته يقبضوا عليها. وقتها فضلت سيلفي تهرب منهم لغايه ما هوب وقعت من فوق مكان عالي فنزلت ميته. الاب لوسانج لما حصل الكلام ده زعل جدا انه ما كانش عاوز اي حد يموت، بس عموما يعني عدى الموقف بالنسبه له وراح دلوقتي لوران وبدا يجهزه للحفله. من كلامهم دلوقتي فهمنا اخيرا ان الحفله دي عباره عن ان لوران هيطلع وسط كل الناس وهيجيب له الاب زومبي يعضه. وطبعا لما لوران ما يتحولش الناس هتتخذه كانه المنقذ، وحرفيا الناس ممكن تتبع خطاه مهما كانت ايه. المهم لوران كان دلوقتي مستعد لانه شايف ان الناس كلها عاوزه منه يعمل كده، وبالتالي خدوا دلوقتي الاب وسط الكل وطلع عليه زومبي عشان خاطر يعضه. الزومبي دي هي للاسف سيلفي بعد ما اتحولت. في الوقت ده كانوا وصلوا ديرل وفالو وايزابيل من غير ما حد يحس بيهم خالص، وبالتالي بمجرد ما الكل شافوا سيلفي وهي كده زعلوا جدا جدا عليها وكانوا مقهورين. ففورا ديرل ضربها بسهم خلص عليها قبل ما حتى تاذي لوران. في اللحظه دي انشغل الاب ورجالته مع ديرل وبداوا ان هم يطاردوه، وبالتالي ايزابيل وفالو خدوا لوران وطلعوا يجروا عشان يوصلوا لديرل. وفعلا بعد وقت صغير وصلوا له وكان لسه بيهرب، فخدهم لاوضه كده هنا في المكان امان وقال لهم هناك انهم كلهم لازم يهربوا وهو هيعطل رجاله لوسانج بعدها هيحصلوا. بعدها قال لهم على مكان كده يستنوه فيه وفورا خلاهم يهربوا على هناك. اما هو فطلع بقى رجاله لوسانج وفضل يضرب فيهم يمين وشمال، وحرفيا ديرل في مشهد من اروع ما يكون قدر يخلص على كميه كبيره جدا جدا من رجاله لوسانج. بس للاسف الكثره تغلب الشجاعه وفي الاخر بيتحاصر وبيتقبض عليه.
اما بقى ايزابيل ولوران وفالو فلسه كانوا بيكملوا زي ما هم هروب لغايه ما وصلوا لحته مليانه حراس، بدأوا ان هم يتسحبوا واحد ورا التاني عشان يعني محدش يحس بيهم، لغايه ما عدوا الاول فالو وبعده لوران، لكن ايزابيل ما عرفتش لان في ناس تانية جم، وبالتالي اضطر دلوقتي فالو ان هو ياخد لوران ويمشي من هنا خالص. بعد شويه بقى بيتاخد ديرل على الاب لوسانج، وبيكون لوسانج عاوز يعرف مكان لوران، بس طبعا ديرل مش بيرضى يقول له نهائيا، فبيفضل يعزف فيه الاب شويه، بعدها بيوديه على زنزانه وبيحبسه هناك وبيكلبشه. وحرفيا ما عداش وقت كتير ودخلت عليه ايزابيل وهي متبهدله لانها هي كمان اتقبض عليها، وعموما يعني اتربطت جنبه. في الوقت ده الكل كانوا محبطين، بس ديرل فضل يواسي ايزابيل ان لوران تمام وهم قريب جدا هيطلعوا من هنا وهيروحوا له، وبيعرض عليها يعني انهم لما يطلعوا من هنا ويبقوا في امان تيجي معاه هي ولوران لامريكا، لانهم هناك هيعيشوا حياه سعيده جدا في المدينه بتاعه ديرل واللي هي محميه جدا. وهنا بقى اخيرا وافقت ايزابيل، وكانت بجد عندها امل لكل الاحلام دي. بمناسبه امريكا على فكره، فعلى الناحيه التانيه بنشوف كارول اخيرا، ولو تفتكر يا صديقي فكارول شفناها في الموسم الاول كانت بتتتبع حد كده كان معاه موتوسيكل ديرل، فلما سابت الراجل ده عرفت منه انه خد الموتوسيكل ده من عند جراج بتاع حد ودلها كمان على مكان الجراج ده، وبالتالي خدت دلوقتي كارول الموتوسيكل وراحت على الجراج. اهو حاليا بقى يا صديقي بنلاقي ان كارول وصلت لهناك ودخلت بالموتوسيكل. كارول في الاول عملت نفسها طيبه وغلبانه وان الموتوسيكل بتاعها عاطل هنا يا عيني وعاوزه مساعده، فوقتها الكل امنوا لها عادي جدا وبزياده، لغايه ما قدرت كارول تمسك نشابه الاسهم بتاعه ديرل واللي كان بالمناسبه واحد واخدها هنا. بعدها كارول ثبتت الكل بيها وقالت لهم فين صديقي ديرل اللي النشابه دي بتاعته، وراحت ضربت واحد من الرجاله اللي هناك عشان تثبت جديتها، فوقتها حاول الكل يتلموا عليها ويثبتوها بس ما قدروش وثبتتهم كارول تاني. فهنا بقى صاحب الجراج اعترف لكارول ان في واحد فرنسي كان بيجي هنا بباخره بيطلب زومبي كتير من هنا، فكنا بنجمعهم وهو بقى بياخدهم بالباخره لفرنسا، بس ديرل للاسف عمل شويه مشاكل في المكان فاديناه برضه صاحب الباخره دي وخده هو على فرنسا. بس انت تقدري تروحي تبص على الشط اللي هنا يمكن الباخره تكون هناك. كارول في الوقت ده ما كانتش مصدقاهم قوي، بس ما كانش عندها خيار تاني فخدت بعضها وراحت للشاطئ، وهناك بقى لقيت سفن كتير جدا بس كلها متدمره، فادركت دلوقتي ان الباخره راحت فرنسا وما رجعتش تاني، وبالتالي لازم هي كمان تلاقي طريقه تروح بيها فرنسا. عامة لقيت كارول العربية كده فخدتها وفضلت تمشي وتمشي وتمشي وهي حرفيا مش عارفة رايحة فين وعمالة تفكر ازاي توصل لفرنسا لان فعلا المسافة بعيدة جدا، لغاية ما بعد مدة بالصدفة شافت طيارة بتطير في السماء، فطبعا يعني اتصدمت لان دي مش حاجة عادية تشوفها في الوقت ده، فركزت معاها جامد ونسيت الطريق، فهوب طلع قدامها زومبي، فللاسف اتوترت وخبطت العربية في شجرة، بس يعني الحمد لله ما حصلهاش حاجة قوي اكتر من مجرد خبطة، وبالتالي نزلت وفضلت تبص في السماء، فلقيت ان الطياره اللي شافتها دي بدات تهبط في مكان قريب جدا من هنا، فخدت كارول بعضها وراحت للمكان اللي هبطت فيه الطياره دي. فكارول بقى اول ما وصلت للمكان ده لقيته مكان محوط بسور وتقريبا عايش فيه شخص واحد بس، ولكن المكان مليان فخاخ، فاستنت كارول ان الشخص ده يخش بيته، وهي بقى راحت وقفت ورا واحد من الفخاخ دي وعملت نفسها يعني ان هي ايه يا عيني علقت في واحد من الفخاخ وفضلت تصرخ. وقتها جالها الشخص اللي عايش هنا واللي اسمه اش، فاش قال لها انت بتعملي ايه هنا؟ فقالت له انا عربيتي خبطت في شجره وعطلت وانا كنت بدور على اي حد يساعدني لاني مصابه. اش في اللحظه دي صعبت عليه كارول فطلعها من الفخ اللي هي فيه ده واداها بعد كده دمادات وما الى ذلك، وفضل في نفس الوقت يحكي معاها، فتحس كده ان اش في الوقت ده حس بالامان شويه لكارول وبالتالي قرر يساعدها، فاقترح عليها يعني انها تريح عنده هنا في الحظيره بتاعه البيت وبكره الصبح هيجي معاها يشوف العربيه بتاعتها ويصلحها لها. وقتها وافقت كارول وراحت معاه بقى لعند الحظيره، بس بمجرد ما شافت كارول الحظيره افتكرت بنتها صوفيا زمان. ما هو اوعى تنسى يا صديقي ان كارول عرفت ان بنتها صوفيا ميته لما لقيتها طالعه وهي على شكل زومبي بعد ما طلعت من جوه حظيره، وبالتالي لسه كارول عندها عقده من الحظائر. عامة يعني فاقت كارول ودخلت الحظيره وهناك شافت الطياره وقال لها اش انها طيارته، وعموما يعني نامت كارول هناك وبس. تاني يوم بقى جالها اش وصحاها واداها اكل وشرب وقال لها انه شويه كده هياخد طيارته ويطير بيها يدور لها على اي عربيه مركونه هنا او هناك ياخد لها منها شويه قطع غيار عشان يعرف يصلح لها عربيتها. وقتها شكرته كارول جدا ولسه تكمل كلام مع اش هوب رنت ساعه اش عشان يعني تنبهه على حاجه، فخد اش بعضه وجري بسرعه على بيت زجاجي كان موجود هنا عنده ودخل جوه. وملحوظه البيت ده بابه عليه قفل الكتروني برقم سري، وبالتالي ده اثار فضول كارول جدا. في المجمل يعني بعد شويه طلع اش من البيت ده وخد طيارته وطلع يدور لكارول على قطع غيار. العبره هنا بقى ان صوت الطياره وهي بتطلع جر كتير من الزومبي للبيت هنا، بس يعني عادي زي ما قلنا البيت محمي بسور وباب الكتروني فكله تمام. المهم كارول اول ما مشي اش راحت تفتح البيت الزجاجي، فطبعا ما عرفتش انه مقفول بباب الكتروني،
المهم كارول اخدت بعضها ودخلت الحظيره وفضلت تدور هناك على اي حاجه تعرفها على اش اكتر واكتر. وهي بتعمل كده المولد بتاع الكهرباء اللي موجود هنا في المكان عطل. وقتها طلعت كارول تشغله تاني، بس رجعت في كلامها وقررت انها مش هتشغل الكهرباء، ان الكهرباء لما بتفصل المعروف ان الابواب الالكترونيه بتفتح لوحدها. فرحت كارول دلوقتي لباب البيت الزجاجي لقيته اتفتح فدخلت جواه، بس هي للاسف ما كانتش تعرف ان باب السور هنا كان الكتروني وهو التاني اتفتح والزومبي بداوا يدخلوا من كل حته. عموما كارول ما كانتش تعرف زي ما بقول لك، فبدات تتجول في البيت الزجاجي وهي ولا على بالها، وكل ده عشان تعرف اش مخبي ايه هنا، لغايه ما لقيت قبر وعليه صوره طفل. فعرفت دلوقتي كارول ان ده طفل اش ومات طبعا من زمان، واش بيجي هنا كل مده يقعد مع ابنه في وقت معين من كل يوم. وبالتالي فضلت واقفه كارول على القبر ده وهي حزينه انها افتكرت بنتها صوفيا تاني. في المجمل سمعت كارول صوت طياره اش فعرفت انه راجع، وبالتالي لسه تطلع من هنا لقيت ان الزومبي دخلوا بكميات كبيره جوه البيت. فحاولت تقتل اكبر عدد منهم لكن كانوا كتير جدا. بسرعه حاطت نفسها برفوف حديد من هنا وهناك وبقت حرفيا محاصره ومش عارفه تعمل. لكن فجاه بصت فوقيها لقيت انها ممكن تتسلق الرفوف وتطلع لسطح البيت وتهرب، فعملت كده ولسه هتهرب لقيت اش كان وصل ومصدوم طبعا من كل اللي هي عملته ده. عامه عدى الموضوع على خير وخلص اش على كل الزومبي بالبندقيه بتاعته، وطبعا كان في قمه عصبيته على كل اللي عملته كارول. فكارول في الوقت ده حاولت يعني تعتذر لاش انها تلصصت عليه ودخلت لقبر ابنه، بس اش ما كانش مسامح نهائيا، فقال لها نضف المكان ومش عاوز اشوف وشك تاني. فوافقت كارول وفضلت بقى تنضف المكان هنا وهناك وتصلحه حته حته، لغايه ما بعد شويه لقيت كارول اش قاعد عند قبر ابنه. فوافقت كارول تعتذر له تاني وتتكلم معاه، فعرفها اش ان ابنه مات من مده طويله هنا فدفنه، وفضل يجيله كل يوم في ميعاد محدد ومش قادر يسيب المكان ده عشان خاطر ما يسيبش ابنه. وقتها فضلت كارول تواسي فيه، بعدها طلعت تكمل تصليح في المكان لغايه ما عدى وقت وكانت خلاص خلصت كل حاجه، فعرض عليها اش انهم يعني ياكلوا سوا ويتصالحوا. وقفت كارول وراحت معاه وبداوا ياكلوا. وقتها بقى استغلت كارول حته ان اش لسه متاثر بموت ابنه، فكدت بقى عليه كارول وقالت له انها كان عندها بنت زمان اسمها صوفيا، بس ابوها خدها منها من 12 سنه وسافر فرنسا ومفروض انهم لسه عايشين هناك لغايه دلوقتي. في اللحظه دي استنتج اش من كلامها يعني انها عاوزاه يطير بيها لفرنسا عشان تلاقي بنتها وتدور عليها، وبالتالي هي ما جاتلوش صدفه بل تتبعته بسبب طيارته. طبعا زعل جدا منها لانها كدبت عليه، فتعصب وقال لها صبح تمشي من هنا. وفعلا الصبح خدت كارول شنطتها ومشيت من هنا وهي فاقده الامل في كل حاجه. بعد شويه كانت لسه كارول ماشيه زي ما هي، فجالها اش بعربيته وقال لها هو انت مقتنعه اصلا انك ممكن لما تسافر فرنسا تلاقي بنتك؟ فقالت له كارول على الاقل هكون حاولت. في اللحظه دي بجد صعبت عليه كارول، فقال لها خلاص انا موافق. فبس خدها اش ورجعوا تاني لبيته، وهناك بداوا يشتغلوا بكل قوتهم عشان خاطر يجهزوا الطياره، لان اش عامه يعني عمره ما سافر لاماكن بعيده قوي زي فرنسا. وبالتالي وهم شغالين دلوقتي عرفها اش انهم هيضطروا خلال رحلتهم دي ينزلوا في منطقه جرينلاند يملوا بنزين ويكملوا، وبالتالي برضه لازم ياخدوا بنزين زياده معاهم عشان لما ينزلوا في جرينلاند يملوا بنزين. ويعني بالمناسبه اش كان عنده كميه كبيره جدا من البنزين لانه بيعملها بنفسه. عامه بعد مده مش طويله كانت كل حاجه خلاص جاهزه، وحاليا اش وكارول مستنيين الصبح يجي والطقس يظبط شويه عشان حاليا في يعني عاصفه زباله جدا شغاله، وبالتالي لسه هيروحوا دلوقتي يناموا لغايه ما كل حاجه تتظبط، لان العاصفه بهدلت الدنيا خالص وعملت ماس كهربي كبير في البيت فجرت مخزن البنزين اللي في بيت اش. وكمان السور على فكره تم اختراقه والزومبي بداوا يجوا من كل حته. في اللحظه دي قرر اش خلاص يتخلى عن بيته وقبر ابنه وكل حاجه هنا عشان كارول، وقال لها خلاص هنمشي. وفعلا فورا ركبوا الاتنين الطياره وبداوا يجروا بيها، والطياره رغم انها خبطت في كميه كبيره من الزومبي الا انها في الاخر طارت وخدوا الكل بعضيهم خلاص في اتجاه فرنسا. وللاسف اش ما يعرفش ان كارول بتدور كل ده على ديرل مش بنتها. عموما بعد مده من الطيران وصلوا الكل لمنطقه جرينلاند، وهناك نزلوا بالطياره، وهم يعني حاليا نزلوا مش عشان بس يزودوا الطياره بالوقود بل عشان في عطل صغير محتاج تصليح. في المجمل لقيت كارول دلوقتي شويه زومبي قدامها فراحت تقتل فيهم يعني من لما يكون اش خلص تصليح. بس العبره هنا ان كارول فضلت بنشابه الاسهم تقتل واحد ورا التاني لغايه ما طلعوا لها 2 زومبي من تحت الارض ووقعوها، فجه اش يلحقها فظهر له زومبي تاني من وراه، لكن الحمد لله حد خلص عليه بطلقه من بعيد. فلما الكل بصوا على اللي ساعدهم ده لقيهم بنتين من اهل المكان. وقتها راحوا اش وكارول وشكروهم، فالبنتين دول حبوا يعني ان هم ياخدوا كارول واش ويستضيفوهم في بيتهم، فراحوا معاهم اش وكارول.
البنات دول يا صديقي كانوا عايشين لوحدهم في مكان كده شبه قاحل ما فيهوش حد نهائيا، ويعني رغم ان المكان قاحل وكده الا ان البيت بتاعهم كان كويس الى حد ما وبيطبخوا اكل حلو وشبه عايشين حياه تحسها طبيعيه شويه. فوقتها بقى قال اش لكارول انه هيروح يكمل تصليح في الطياره، فواحده من البنتين دول قررت تطلع معاه، اما كارول فقعدت مع البنت التانيه في بيته. العبره هنا بقى ان البنتين دول في الاول كان باين عليهم جدا انهم ودودين وكمان لطاف، لغايه ما الاتنين بقى بانوا على وشهم الحقيقي. اللي مع كارول دي مسكت النشابه بتاعت كارول وكانت عاوزه تقتلها بيها لمجرد انها عاوزه تنهي اي حياه بشريه اصلا، لانها شايفه ان البشر هم اكبر ذنب موجود حاليا في العالم. اما بقى البنت اللي عند اش فثبتت اش برضه وكانت عاوزاه يتجوزها عشان خاطر يخلفوا اولاد كتير جدا ويعمروا الارض من جديد. حرفيا البنتين عكس بعض تماما بس الاتنين متخلفين عقليا. المهم كارول فضلت تتكلم مع البنت وتهديها وتعرفها انها بتفكر كده لانها ليها مده محبوسه مع صديقتها هنا. بعدها يعني بتعرفها كارول انها ممكن تيجي معاهم على فرنسا ووقتها تعيش حياه مختلفه وتشوف ناس جديده. في اللحظه دي بدات البنت تفكر شويه لغايه ما دخلت عليها صديقتها، فوقتها البنت دي كانت اصلا هتقتل كارول فبسرعه خلصت عليها صديقتها. بعدها طلبت من كارول ان هي يعني تاخدها معاها فوافقت كارول. بس خدوا الكل بعضيهم وراحوا عند اش، بس فجاه جت طلقه في البنت المجنونه اللي مع كارول حاليا خلصت عليها. فبصت كارول على ضرب الطلقه دي طلع اش واللي كان مربوط عند الطياره لان البنت التانيه المجنونه برضه كانت رابطاه. المهم اش كان في حاله صدمه كبيره من كل ده، ويعني حرفيا كارول نفس الكلام. فمن سكات فكت كارول اش وفورا خدوا الطياره وكملوا جري على فرنسا، بعد ما ادركوا ان العالم بكل الحاجات اللي فيه لسه فيه مجانين كتير لابعد الحدود. عموما بعد مده بقى من كل ده بيصحي اش كارول وبيعرفها انهم اخيرا وصلوا فرنسا. فكارول اتبسطت جدا واولا كده نزلوا بالطياره وركنوها على جنب. وهنا بقى قالت كارول لاش انها هتروح لوحدها تدور على بنتها ومش هتاخده معاها. فقال لها اش ليه؟ فضلت بقى تحجج له يعني انها مش عاوزه تخسره وما الى ذلك، وقالت له يعني لو ما رجعتش خلال اسبوعين سيبني وارجع انت امريكا. فقال لها اش مش هسيبك خالص، ويعني من ما تكون انت جيتي هكون صنعت كميه كبيره من البنزين تكفينا نرجع بالسلامه. وبس ودعوا الكل بعضيهم وطلعت كارول في طريقها. فضلت كارول تمشي وتمشي وسط العالم المتدمر ده وهي حرفيا مش عارفه تبدا تدور على ديرول منين. بالصدفه ولحسن الحظ شافت عربيه من عربيات المدام جيني ماشيه ومحمله اكل كتير جدا، وفجاه وقفت العربيه دي على فكره جنب واحد مشرد قاعد في الشارع ونزلوا فضلوا يضربوا فيه، بعدها خدوه معاهم. فطبعا كارول كانت عاوزه يعني تتبعهم وتعرف رايحين فين يمكن يكون ديرل عندهم. ففي الخباثه كده خرمت شوال قمح من اللي كان معاهم حاليا واستخبت تاني، وبالتالي بعد شويه لما طلعت العربيه بدا الشوال ده ينزل قمح ويعمل اثر. فهي بقى خدت بعضها وبدات تقتفي الاثر ده. وفعلا بعد شويه كانت وصلت لنهايه الاثر ده وهو مكان كبير جدا فيه جنود كتير تبع مدام جيني وفيه اكل وشرب وما الى ذلك، والناس حاليا من كل حته في المكان ملمومه عليهم عشان خاطر الاكل ده. وقتها شافت كارول مساعده مدام جيني وهي واقفه دلوقتي وسط الكل وبتقول لهم ان الاكل ده كله مجرد عينه صغيره من اللي ممكن ياخدوها لو انضموا لمدام جيني. طبعا الكل في اللحظه دي رفعوا ايديهم وكانوا كلهم عاوزين ينضموا. فكرة في الوقت ده في الخباثه برضو ركبت مع الناس اللي وافقوا ينضموا لجيني العربيه بتاعتهم، وبعدها خدوا الحراس الكل وطلعوا بقى على مقر مدام جيني نفسه. اثناء الطريق بقى اتعرفت كارول على واحد من اللي قاعدين جنبها بيفهم انجليزي اسمه ريمي. ريمي فضل يتكلم مع كارول وحرفيا بقوا صحاب جدا، وفضل يعرفها كمان على المكان اللي هم رايحينه، وقال لها ان المفروض يعني صديقه التاني في العربيه اللي ماشيه وراهم وهيتقابلوا في المقر هناك لما يوصلوا. وبس خلصوا كل كلام وبعد شويه كانوا وصلوا لكل المعسكر، وهناك طلعت مساعده جيني لمدام جيني عشان يعني تبلغها بالناس الجديده اللي جم. فكانت في الوقت ده على فكره جيني حابسه عندها كودرون وعماله تعذب فيه بشكل مش طبيعي عشان يقول لها فين ديرول والطفل اللي معاه، بس كودرون مرضيش يعترف نهائيا وعشان كده فضلت تكمل تعذيب فيه بلا رحمه. بس لحظه يا صديقي، تعال نرجع شويه للماضي قبل نهايه العالم عشان يعني نعرف ماضي الست دي اللي هي يعني مدام جيني ونعرف هي ليه بقت بالقسوه الغريبه دي. جيني يا سيدي كانت عامله نظافه في متحف اللوفر الفرنسي، وحقيقه كانت بتعاني من مشاكل كتيره جدا في المتحف ده. اولها ان رؤسائها في العمل كانوا بيعاملوها زباله جدا ومش بيدوها فلوس كفايه خالص، وبالتالي في يوم كانت واقفه مع عمال زمايلها من الشغل وبيظبطوا انهم هيعملوا زي احتجاج كده على كل اللي بيحصل لهم ده. فالمهم يعني اثناء ما هم بيتكلموا هوب جات لهم رسائل انهم لازم يدخلوا متحف اللوفر ويحرسوا اللوح اللي فيه وما يطلعوش نهائيا من المكان، ودي طبعا كانت رساله من الحكومه. وفعلا دخلت جيني هي والكل، وحرفيا العالم كله من حواليهم بدا يحصل فيه فوضى، وبالتالي ادركوا دلوقتي ان في مصيبه. فكلمت جيني جوزها لانها بالمناسبه كانت متجوزه، وبالتالي كلمته وخليته يجي لها المتحف، وحاولت تدخله على فكره جوه المتحف بس الامن منعها نهائيا ومنعها حتى ان هي تطلع له.
وبالتالي جوزها فضل يحاول يتواصل معاها من ورا الزجاج لغايه ما هوب جم مجموعه من الزومبي ورا واكلوه قدام عيون مراته وهي لا حول ليها ولا قوه. وبس فضلت بقى جيني محبوسه مع كل زمايلها جوه المتحف عشان يعني يحموا اللوح اللي ملهاش لازمه اصلا ولكن بامر من الحكومه وغصب عنهم، لغايه ما بعد كام يوم حرفيا الحكومه كانت خلاص سقطت وقدرت بقى تطلع جيني، ولكن طلعت وهي مقرره انها هتنتقم من كل حاجه واي حد يقع في وشها، وعشان كده يا صديقي هي بقت بالجنان ده. عامه نرجع لوقتنا الحالي ونكمل بقى. في الوقت ده كيرول وريمي استقروا في المكان، وعلى فكره كيرول شافت دلوقتي جيني ووقفت معاها شويه، بس دي ما تعرفش دي ولا دي تعرف دي. عموما تاني يوم راحت كيرول هي وريمي لعند جندي كده عشان يعني يقول لهم كل واحد هيشتغل ايه هنا في المقر، فتم تعيين كيرول في المطبخ وريمي في الاسطبل. العبره هنا انهم بعد ما عرفوا هم هيشتغلوا فين لقوا مجموعه جنود واخدين حاليا شويه ناس ورايحين بيهم على مكان متطرف. وقتها كيرول وريمي فضلوا يتتبعوهم لغايه ما شافوهم من بعيد، خدوا الناس دي وقتلوهم بكل دم بارد. بعدها الدكتور اللي كان هناك ضرب عليهم اسهم، الاسهم دي عباره عن حقن بمجرد ما دخلت جوه الناس دي حولتهم لزومبي اقوياء وسرعه جدا. طبعا كل ده شافوه كارول وريمي وبالتالي اترعبوا لانهم عرفوا ان كده في تجارب كتير بتتعمل على الناس هنا بدون رحمه. وبالتالي ريمي قال لها انا هروح ادور على صديقي يمكن اقدر الاقيه اخيرا، وكارول قالت له ان هي كمان هتروح تدور على صديقها ديرول ويتقابلوا بالليل. كارول بعد شويه بما انها بتشتغل في المطبخ زي ما قلت لك راحت تودي اكل للناس الموجودين هنا عادي خالص، فوهي بقى بتدي لهم الاكل فضلت تسال الكل هل حد يعرف ديرول، هل حد شاف ديرول، بس ما حدش رد عليها نهائيا. لغايه ما فجاه لقيت قدامها كودرون وهو مربوط وقال لها كودرون اعرف ديرول. في اللحظه دي فضلت كارول تتحايل عليه وتعرفه ان ديرول يبقى اخوها ولازم يعني توصل له، وبالتالي قال لها كودرون على مكانه الا وهو العش، واداها كمان العنوان وقال لها على فكره انك لازم تلاقيه قبل جيني لانها عاوزه تخلص عليه. وبس سمعت كارول الكلمتين دول من هنا وطلعت على ريمي حكت له كل اللي عرفته النهارده. بعدها قالت له انها خلاص هتهرب النهارده وهتروح لديرول. بس ودعته كارول وخدت بعضها وطلعت بره، واول حاجه عملتها انها ضربت واحد من الحراس خلته يغمى عليه. بعدها خدت سلاحه وفورا اخدت حصان وبدات تهرب، بس هوب لقيت مجموعه كبيره من الجنود مستنينها فثبتوها، وبالتالي ادركت هنا كارول ان كان معمول لها كمين. كارول اتاخدت دلوقتي على مدام جيني، وبمجرد ما دخلت هناك لقيت ريمي قاعد وجنبه صديقه. وقتها قال لها ريمي انا اسف بس انا فتنت عليكي الجيني عشان يعني انقذ صديقي ونمشي من هنا. في الوقت ده كارول ما ردتش عليه فخد ريمي صديقه ومشوا من هنا خالص. اما بقى كارول فقعدت دلوقتي قدام مدام جيني، فضلت جيني تسالها انت بتدوري ليه على ديرل ديكسون، ليه هو انت ما تعرفيش قد ايه هو خطير؟ في اللحظه دي ادركت كارول من كلام جيني يعني انها بتكرهه قوي، وبالتالي قالت لها انا بدور على ديرل عشان اقتله لانه قتل حد عزيز عليا. في الوقت ده ارتاحت لها جيني شويه وقالت لها خلاص انا هساعدك تقتلي، لان خلاص بما ان ريمي قال لي على عنوانه اللي كودرون قالهولك قبل كده هروح ادمر المكان كله واقتل ديرل. وبس خدت جيني كارول وخدت جنود كتير جدا وطلعوا كلهم على العش، وفعلا فضلوا يمشوا بعربياتهم مده لغايه ما اخيرا وصلوا المكان قريب جدا من العش وكان الليل اصلا جه. وقتها نزلوا الكل من العربيات وهنا كانت المصيبه. كارول لقيت دلوقتي ان جيني جايبه ناس كتير جدا عاديين مدنيين مش جنود، فهنا ادركت انها هتقتلهم كلهم وتحولهم لزومبي ويدخلوا العش يدمروه بنفسهم. فرحت بقى تمنع جيني، فقالت لها جيني هو انت فاكراني عبيطه عشان اصدق انك مش صديقه ديرل؟ انت صديقته وعشان كده هتبقي زومبي زيك زي الكل. وعلى طول خدوها دلوقتي الجنود ووقفوها وسط الكل، وطبعا كارول كانت هتموت من الرعب لانها هتتقتل زي الكل دلوقتي حالا. وبالتالي بسرعه استخبت كارول من ورا وفضلت مستنيه تعمل اي حاجه. الجنود في الوقت ده فتحوا النار على الناس البريئه دي وقتلوهم كلهم، وكارول رغم انها ما جاش فيها ولا رصاصه الا انها عملت نفسها ماتت ووقعت مع اللي وقعوا. المهم الدكتور دلوقتي جاب مسدس بتاع الحقن وفضل يضرب حقنه من المصل الزباله بتاعه في كل اللي ماتوا، وعلى فكره ضرب كمان كارول، بس كارول شالت المصل ده بسرعه قبل ما يوصل لها. وبالتالي دلوقتي لقيت كارول كل اللي حواليها دلوقتي بداوا يصحوا كزومبي، ولكن كزومبي مرعبين جدا بسبب المصل اللي خدوه. في الوقت ده جابت جيني عربيه كده بيسوقها واحد من جنودها، والعربيه دي كان متعلق فيها كودرون كطعم يجروا بيه الزومبي اللي جوه العش. فوقتها قامت كارول بسرعه وراحت ضربه الجندي اللي في العربيه وخدت هي العربيه وجريت بكودرون على عش بعيد خالص عن كل اللي هنا. الفكره هنا ان الزومبي كلهم جريوا وراها على العش برضه، فاستغلت جيني الفرصه وراحت ضربه هي بقى بوابه العش بالمدفع عشان خاطر تعرف تدخل كارول وتدخل الزومبي معاها. وفعلا ده اللي عملته كارول غصب عنها ودخلت جوه بالعربيه. بعدها نزلت بسرعه فكت كودرون ولسه هيطلعوا سوا قال لها كودرون انا هحاول اقتل اكبر قدر ممكن من الزومبي وانت روحي انقذي ديرول ولوران الطفل. فبس فعلا خدت كارول بعضها وطلعت تدور على ديرول. في الوقت ده الاب لوسنج كان ماسك ايزابيل بيحقق معاها عشان يعني يعرف مكان لوران،
لكن فجأة دخلوا عليه رجالته قالوا له لازم تهرب معانا حالا لأن جيني اقتحمت المكان هنا بجنود وزومبي. وقتها ضربته إيزابيل بحديدة كده كانت في إيدها، فاتغاظ لوسانج وراح طعنها بسكينة وسابها تموت. أما بقى جيستينيا مساعدة لوسانج واللي كانت واقفة معاه هنا خدته بقى وطلعوا يحاربوا جيني. في الوقت ده إيزابيل فاقت وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة، لكنها تحملت على نفسها وطلعت من هنا عشان تنقذ ديرل. في الوقت ده شافها زومبي وجري عليها، لكن خلصت عليه كارول من بعيد وشافت إيزابيل وهي مصابة، وطبعا هما ما يعرفوش بعض نهائيا، بس كارول ساعدتها وقعدت دلوقتي جنبها. بعدها سألتها على مكان ديرل لو كانت تعرفه، فعرفتها إيزابيل إنها تعرفه وحكت لها حاجات كتير. فبسرعة خدت بعضها كارول وراحت تلحق ديرل. في الوقت ده واحد من جنود لوسانج كان عمال يهرب من الزومبي لغايه ما دخل زنزانة ديرل وحبس نفسه معاه عشان يبقى في امان، ولان يعني ما عندوش حل تاني وسط الفوضى اللي بتحصل دي، راح على طول فك ديرل عشان خاطر يعني يساعده ضد الزومبي. وفعلا ديرل طلع ومسك سلاح وفضل يقتل في جنود جيني والزومبي يمين وشمال بكل براعه لغايه ما خلص على كميه كبيره منهم، ولسه هيكمل ليه قدامه كارول. ديرل اتصدم جدا ان صديقه عمره موجوده هنا قدامه، فورا خدها بالحضن وهو فرحان بشكل مش طبيعي انهم اتقابلوا بعد المده الطويله دي كلها. كارول كانت فرحانه جدا برضه، بس بسرعه عرفت ديرل انها شافت ايزابيل وانها مصابه، فديرل اترعب جدا على ايزابيل وراح فورا معاها. فليه دلوقتي ايزابيل لسه عايشه بس خلاص بتحتضر. وقتها ودعت ايزابيل ديرل وهي كلها حزن، ووصته كمان على لوران وانه لازم يعني ياخد باله منه. بعدها ماتت ايزابيل، وطبعا ديرل كان زعلان جدا وبجد المره دي لانه كان بيحبها من كل قلبه. كارول في الوقت ده خدت ديرل عشان يهربوا من الفوضى اللي هنا دي، فمسك ديرل نفسه وطلع برضه معاها، واخيرا سابوا العش. اما بقى لوسانج ومساعدته جيستينا فضلوا يتعاركوا مع رجاله جيني فتره لغايه ما في الاخر جت جيني ومعاها جنود اكتر وقبضت عليه هو ومساعدته وحبستهم عندها. على الناحيه التانيه بقى ديرل بعد ما ساب العش ومشى طلعوا هو وكارول على المكان اللي المفروض يعني انه قال قبل كده عليه للوران وفالو عشان يعني يستنوه هناك. الفكره هنا ان ديرل لما راح للمكان ده كان عباره عن كهف، ولكن ما لقيوش فيه اي حد، بس لقيه هناك ديرل لعبه صغيره بتاعت لوران، فعرف انه كان هنا فعلا هو وفالو، فخد بقى كارول وبداوا يخطفوا اثرهم. وبس يا سيدي فضلوا ديرل وكارول ماشيين مده طويله جدا وعمالين يحكوا. فكارول بقى اثناء الطريق عرفت ديرل انه لما طول فتره وما رجع لهمش اضطرت ان هي تطلع تدور عليه. وفي سكتها بقى اتعرفت على طيار كده كان معاه طياره جابها لغايه هنا، وهو حاليا هو مستنيها هنا عشان خاطر يرجعها امريكا. فقال لها ديرل مستحيل ارجع من غير لوران، فوافقت كارول وكملت ماشي معاه عشان خاطر يجيبوا لوران وبعد كده يرجعوا كلهم. وهم ماشيين بقى سالها ديرل وقال لها انا لما كلمتك اخر مره في الراديو قبل يعني ما اجي فرنسا انت قلتي لي ان في حد رجع، مين اللي رجع؟ وقتها قالت له كارول ده مش شخص، بل مره واحده كده بدات ذكريات الماضي ترجع لي من تاني وبشكل مرعب جدا. عامة هداها ديرل وبعدها كملوا برضه ماشي لغايه ما اخيرا لقيوا الاثار بتاعت لوران وفالو بتودي على قريه كده متعلق على اولها شويه زومبي منظرهم مخيف. بس ديرل ما اهتمش ودخل القريه دي مع كارول وفضلوا بقى يتبعوا اثار الاقدام لغايه ما وصلتهم لبيت كده في القريه. فلما دخلوا كل البيت ده لقيوا فيه 2 عواجيز قاعدين في هدوء اسمهم ديدي وسيو. سيو في الوقت ده قال لديرل انت ديرل وانت ايزابيل صح؟ في اللحظه دي هديوا ديرل وكارول ونزلوا سلاحهم وقعدوا بعد كده مع ديدي وسيو. سيو بقى قال لديرل ان لوران قال انكم هتيجوا هنا، وقال لي كمان ان انا اقول لكم لما تيجوا انه راح مع فالو لباريس عند الجماعه بتاعت فالو ومستنيكم هناك. ديرل قال لسيو هم اصلا جم هنا؟ فقال له جم قعدوا هنا يوم لاننا اصلا اصدقاء لفالو، بعدها يعني كملوا طريقهم. في اللحظه دي قال ديرل لسيو طب ما عندكش عربيه ممكن نستخدمها ونروح وراهم؟ فقال له عندي عربيات كتير جدا بس مش شغاله، فتعالى بكره الصبح نطلع نحاول نصلح واحده فيهم ويعني خدها وامشي. ديرل وكارول شكروا العجوز جدا وقضوا معاه الليله هنا يعني. وتاني يوم طلعوا معاه ديرل وسيو بدأوا يعني يبصوا على العربيات اللي هنا، فليه ديرل عربيه كده منهم كويسه الى حد ما بس يعني ناقصها قطعه واحده بس. فخد سيو هو وكارول وراحوا عند جار ليهم هنا في القريه وخدوا منه القطعه دي، وبعد كده رجعوا ركبوها وجهزوا العربيه بشكل كامل متكامل عشان يمشوا. بس فجاه والكل بيتكلموا لقوا عربيه داخله عليهم فيها جنود جيني. وقتها خلاهم سيو يستخبوا جوه العربيه، وهو طلع هو ومراته قابلوا الجنود دول. وصراحة ما شفناش سيو قال لهم ايه بالظبط، لكنهم يعني مشيوا عادي خالص. وبعد ما مشيوا سيو قال لهم انهم كانوا بيدوروا عليكم بس انا قلت لهم ان انتوا ما جيتوش هنا اصلا. طبعا ديرل شكروا جدا وبس. تاني يوم بقى قبل ما يمشوا ديرل وكارول راحوا قعدوا مع الزوجين عشان يعني ياكلوا معاهم اخر وجبة خالص، وبعدها هيسيبوهم ويمشوا. الفكرة هنا ان اثناء ما الكل بياكلوا الوجبة دي هوب عربيات كتير جدا تبع جيني بدأت توصل، وفجأة ليه ديرل سيو مثبتهم بسلاح وبيعرفهم دلوقتي انه اسف انه عمل كده بس هو مش عاوز حد يأذي ديدي وهم هددوه. وقتها ديدي نفسها زعلت جدا من اللي عمله سيو، وبالتالي خدت هي ديرل وكارول وخبتهم واديتهم كمان السلاح بتاع سيو عشان يحموا نفسهم. اما هي فطلعت مع سيو يقابلوا جيني ويحاولوا يمشوها.
جيني بقى لما دخلت البيت فضلت تتكلم كلام كله تهديد عشان سيو وديدي يطلعوا كارول وديرل، بس ديدي كانت منع سيو خالص انه يتكلم وهي كمان ما اتكلمتش. وعلى فكره ديرل وقتها طلع وراح من ناحيه وكارول من ناحيه، وعلى طول بداوا ينقضوا على رجاله جيني واحد ورا التاني لغايه ما خلصوا عليهم كلهم واتبقت بس جيني. وحرفيا ديرل وكارول ثبتوها هما الاتنين، بس خلاص كارول زهقت من الست الزباله دي وبالتالي راحت ضربها بسهم من مصل الزومبي في ظهرها، فبدات جيني تتحرق من جوه ومن بره واكن المصل ده بيسيحها خالص. واخيرا بتموت جيني. بعد اللي حصل ده رجعوا الكل تاني للعجوزين يطمنوا عليهم، فلقوا ان للاسف ديدي الغلبانه دي خدت طلقه وسط المعركه وماتت. الكل في الوقت ده كانوا زعلانين جدا عليها، بس عموما دفنها ديرل. بعدها ودع سيو وخد كارول وطلعوا بقى في طريقهم عشان يوصلوا لجماعه فالو في باريس. ولكن يعني الاول هيروحوا يعدوا على اش الطيار عشان يعني تعرفوا كارول الحقيقه بقى وتقول له كل حاجه وتطلب منه ان هو يعني يرجعها هي وديرل ولوران. في المجمل اثناء الطريق عطلت العربيه فبينزلوا الكل وبيكملوا مشي. فضلوا الكل بقى وهم ماشيين يتكلموا كتير جدا، فقال ديرل لكارول انت اقنعتي ازاي الراجل ده اللي اسمه اش عشان خاطر يجيبك لفرنسا هنا بالطياره؟ فقالت له كارول انها كدبت عليه وقالت له انها رايحه تدور على بنتها لان سيو كان متاثر بموت ابنه، وبالتالي لقيت انها لو قالت له كده هيوافق. طبعا ديرل زعل جدا عليها انها عملت كل ده عشانه، بس في المجمل كملوا الكل ماشي لغايه ما وصلوا لمكان الساحه الكبيره اللي فيها الطياره بتاعت اش. العبره هنا ان كارول لما وصلت للجراج بتاع المكان اللي جوه الطياره لقيت الجراج مقفول، بس اش كان عامل فخاخ كتير هنا عشان يعني محدش يوصل للطياره، وبالتالي كارول عدت هي وديرل من الفخاخ اللي هنا لكنهم ما لقيوش اش هنا نهائيا. كارول في الوقت ده ما كانتش عارفه تعمل ايه وتلاقي اش ازاي، بس قررت عامه يعني تطلع مع ديرل دلوقتي على جماعه فالو يطمنوا على لوران، وهناك بقى فالو اكيد هيعرف يتصرف ويلاقي اش. وملحوظه اش اصلا كان طلع يجيب شويه مون من كام يوم فلقي زومبي كتير جدا محوطينه، فبسرعه دخل جوه عربيه وحاول يشغلها لكن طلعت العربيه بايظه، فلسه هيطلع منها ويهرب راح زومبي خبط باب العربيه جامد فعمل لاش ارتجاج وخلاه يغمى عليه وهو حرفيا في العربيه والزومبي ملمومين عليه من كل ناحيه. عامه في الوقت ده عند جماعه فالو في باريس بيلاقوا دلوقتي الكل ان في حد جالهم، فطبعا رفعوا سلاحهم عليه وراحوا يشوفوه مين فلقيوه كودرون. فالو اتعصب جدا لما شاف الراجل ده لانه يعني طبعا فاكره تبع جيني، وبالتالي دخله جوه مقر الجماعه بتاعته وحطه في وسط المكان وطلع سلاحه عشان يقتله. بس لوران اتدخل وقال لفالو ان كودرون ساعدهم كتير جدا وبدل المره 1000 وبالتالي لازم يسيبه. فالو في اللحظه دي ادرك ان كودرون فعلا اتغير، وبالتالي قبله في الجماعه بتاعته هنا وخلاه يقعد معاهم. بعد مده بقى من كل ده اخيرا بيوصلوا ديرل وكارول للمكان. طبعا لوران كان فرحان جدا ان ديرل رجعله بالسلامه، لكنه برضه سال عن ايزابيل. وقتها خدوا ديرل على جنب كده وعرفوا ان للاسف ايزابيل ماتت، وقال له بعد كده كمان انها وصتنا عليك وبالتالي ارجوك تعالى معايا امريكا وهناك هنعيش حياه سعيده جدا. لوران في الوقت ده من غير سبب واضح رفض نهائيا يروح مع ديرل لاي حته رغم انه بيحب ديرل جدا اصلا زي ابوه. عامه سابوا ديرل يرتاح شويه ويحزن على ايزابيل، وهو طلع دلوقتي قاعد مع كارول وفالو. ديرل دلوقتي قال لفالو ان في صديق ليهم طيار امريكي اسمه اش مفقود وعاوزين يعني يلاقوه. فقال لهم فالو الصراحه الموضوع هيبقى شبه مستحيل بالنسبه لي، بس انا اعرف حد لو رحتوا له ممكن يساعدكم، روحوا للكازينو. ديرل طبعا ما كانش عاوز يروح للمكان ده تاني لانه معاه ماضي مش افضل حاجه من الموسم اللي فات، لكنه خد كارول وراحوا على هناك. كارول بقى لما وصلت للكازينو يا صديقي مع ديرل وشافت المنظر الغريب اللي موجود في الكازينو واللي شغال بيه افتكرت نفسها دخلت حانه كلها فسق ورذيله من اللي كانت قبل نهايه العالم. بس المهم يعني راح دلوقتي ديرل وقعد مع انا فاليري. وبالمناسبه يا صديقي لو انت مش فاكر انا فانا دي اللي كانت مساعده كوين، وبالتالي بعد ما كوين مات الموسم اللي فات لو تفتكر هي دلوقتي بقت ماسكه المكان. عموما ديرل دلوقتي سلم عليها وكده يعني، بعدها قال لها انه بيدور على صديق امريكي طيار كده اسمه اش، فقالت له انا للاسف ما سمعتش عنه خالص. في الوقت ده بصت كارول جنبها لقيت ان في مجموعه من رجاله انا جايبين وقود طيارات وبيخزنوه. فقالت كارول لديرل يسال انا جابوا منين الوقود ده، فسالها ديرل فقالت له اننا جبناه من المقر بتاع مدام جيني لان يعني بعد موتها المكان بقى مهجور وما فيهوش اي حد والناس كلها راحت تنهب. وقتها خدوا كارول وديرل بعضهم وراحوا على هناك لان اش ممكن يكون راح هناك عشان خاطر يجيب بنزين. وفعلا بعد شويه وصلوا لكل المقر بتاع جيني والمكان كان بجد مهجور جدا ومفتوح كمان على مصراعيه ومليان بزومبي بكميات كبيره. فعموما يعني كملوا جوه ديرل وكارول وفضلوا يلفوا ويدوروا على اش، حتى انهم راحوا المختبر بتاع الزومبي ودوروا هناك على اش ما لقيوهوش، لغايه ما لقيوا كده من فوق وهم بيبصوا عربيه مرميه في نص الساحه وحواليها زومبي كتير. فادركوا ديرل وكارول ان اكيد يعني فيها حد والزومبي ملموم عليه، ففورا طلعوا وبداوا يقتلوا في الزومبي يمين وشمال بكل قوه، ولكن الزومبي دول كانوا كتير جدا وكل ما يقتلوا واحد يظهر لهم 10.
فدخلوا بسرعه جوه العربيه دي وقفلوا على نفسهم. وهنا بقى لقيوا اش، ولكن يعني كان بيهلوس ان زي ما قلت لك قبل كده هو مخبوط في راسه. عموما بدأوا الكل بعد كده يفكروا يطلعوا من هنا ازاي. بص ديرل جنبه لقي شنطه، فلما فتحها لقي فيها مسدس المصل بتاع الزومبي وكمان فيه جرعات كتير جدا. فجت لديرل بقى فكره حلوه جدا وقرر ينفذها. طلع ديرل من فتحه سقف العربيه وضرب 2 زومبي بالمصل ده، فهوب اتحولوا للزومبي المرعبين الاقوياء جدا. وبالتالي كارول وديرل شافوا دلوقتي الزومبي دول بيقطعوا حرفيا كل الزومبي العاديين الملمومين على العربيه. وهي دي اصلا كانت الخطه، لان ديرل عارف جدا ان نوع الزومبي دول بيقتلوا بعض حرفيا. المهم الزومبي دول بعد ما خلصوا على زمايلهم دخلوا على ديرل وكارول جوه العربيه، فخلصوا عليهم بسرعه كده والحمد لله الموضوع انتهى. بس خدوا الكل اش ورجعوا بيه على الجراج اللي فيه الطياره. وهناك بقى قال لها ديرل خليكي انت قاعده جنبه وحاولي تفوقيه، وانا هاخد دلوقتي بعضي واروح اجيب شويه بنزين يكفونا. على الناحيه التانيه بقى عند جماعه فالو لقوا الكل فجاه لوسنج داخل عليهم، والمره دي ومعاه مساعدته جيستينا وكمان مساعده جيني وكل رجالتها. فهنا بقى ادرك كودرون ان رجاله جيني بقوا مع لوسنج بعد يعني موت جيني، فخد لوران وقرروا يهربوا من هنا خالص. طبعا يعني لوسنج فضل يدور على لوران هنا وهناك ما لقيهوش فمشى. في الوقت ده عند انا فاليري بيوصل لها ديرل لانه يعني جاي لها يطلب منها بنزين للطياره، فوقتها فاجئته انا بكودرون ولوران موجودين عندها هنا. ديرل طبعا اتصدم، لكن عرفوا كودرون ان بعد موت جيني كل رجالتها انضموا للوسنج وحاليا بيدوروا على لوران من تاني، وجم لجماعه فالو كانوا هيقبضوا عليه، فانا خدته وهربت. في الوقت ده خاف ديرل جدا، بس راح لأنا وطلب منها يعني اخر معروف ومش هيطلب منها اي طلب تاني، وهي يعني انها تديله كميه بنزين للطيارات كميه حلوه عشان خاطر يعرفوا يرجعوا بيها امريكا. فوافقت أنا وبدات بقى تعبي له كميه كبيره. اثناء التعبئه قعد ديرل مع لوران وفضل يحاول يقنعه انه يجي معاه امريكا، بس برضه لوران كان رافض خالص ومن غير ما يقول اي سبب. فقال له ديرل المره دي لا لازم تقول لي ليه رافض. فقال له لوران لان اي حد بيكون معايا وحواليا بيموت، في الاول امي بعدها سيلفي وايزابيل، وانت الوحيد المتبقي لي ومش عاوزك تموت. في الوقت ده وساه ديرل وخده بعد كده في حضنه وقال له ما تخافش مش هبعد عنك خالص، واتفق معاه انهم خلاص هيجوا مع بعض لامريكا وهيعيشوا هناك حياه مختلفه خالص. في الوقت ده جت انا للكل وقالت لهم يهربوا من هنا حالا لان لوسنج جاي مع رجالته يقبضوا عليكم. وفعلا خد ديرل لوران وكودرون ومشيوا من الممرات السريه بتاعه الكازينو. في الوقت ده لوسنج جه هو ومساعدته جيستينا ورجالته وقال لأنا فين ديرل، فما رضيتش تقول له الصراحه، لكن للاسف جيستينا الزباله عرفت الممر اللي طلعوا منه، فخدت الكل ودخلوا من الممر ده. في الوقت ده ديرل خبى لوران، بعدها خد كودرون وطلعوا لرجاله لوسنج وفضلوا بقى يقتلوا فيهم يمين وشمال لغايه ما خلصوا عليهم كلهم واتبقى بس لوسنج وجيستينا. وقتها مسكوا ديرل ولوسنج بعض وفضلوا يتعاركوا، والاتنين الصراحه كانوا اقوياء جدا، بس ديرل استجمع قوته واخيرا خلص على لوسنج الزباله. اما بقى كودرون فكان بيتعارك مع جيستينا، بعدها ضربها ضربه جامده على الحيطه فوقعت قطع النفس، فافتكرها يعني كودرون ماتت وبالتالي سابها ورجع لديرل والكل، لكنها للاسف طلعت لسه عايشه. لما دخلتهم انا بقى بعد اللي حصل ده ورجعتهم عند جماعه فالو، وهناك ساب ديرل كودرون وخد لوران والبنزين وطلع على كارول. في الوقت ده عند كارول اش كان خلاص فاق وبقى كويس، ففضل بقى يتكلم معاها ويسالها عملت ايه مع بنتها وهل لقيتها ولا لا. فقالت له كارول انها للاسف ضحكت عليه، وعرفته بقى انها استغلت طيبته وانه متاثر بموت ابنه، وقالت له انها عاوزاه يعني يساعدها في التدوير على بنتها، لكن في الحقيقه بنتها ماتت من زمان، وهي اصلا جت هنا عشان تدور على ديرل الراجل اللي كان معاها اول ما انقذوه، لان هو الوحيد اللي يعتبر من عيلتها ومتبقي لها في الحياه. في الوقت ده اش كان مصدوم جدا من كل اللي كارول عملته ده، ففضل يهزأ فيها، بعدها سابها ودخل يقعد لوحده يهدى شويه. بعد شويه من كل ده كان وصلوا ديرل ولوران فسلموا على كارول، بعدها يعني فضلوا الكل يتكلموا على امريكا وهيعملوا ايه لما يوصلوا وكده، لكن طلع لهم اش وصدمهم، قال لهم ان الطياره اصلا للاسف مش هتشيل اكتر من 3 اشخاص ومستحيل 4 يرجعوا امريكا. طبعا الكل اتصدموا، بس خلاص يعني ديرل قرر من سكات كده يخلي كارول تاخد هي لوران وتمشي مع اش وهو هيتصرف وهيحصله. بعدها خد لوران بقى وفضلوا يقضوا شويه وقت مع بعض قبل يعني ما يودعوا بعض خالص. بعد شويه من كل ده بيقعدوا ديرل وكارول مع بعض يتكلموا، فبتكون كارول عاوزه ديرل هو اللي يرجع وديرل عاوز كارول هي اللي ترجع، بس في الاخر اش جه وحل المشكله كلها. قال ان كارول ما ينفعش تقعد هنا بل ديرل، لانه يعرف المكان بشكل كبير جدا وعاش مده طويله هنا وبالتالي هيعرف يتعامل اكتر من كارول. في اللحظه ما قدرتش كارول تعترض ووافقت غصب عنها وخلاص. المشكله بقى ان فجاه كودرون ومعاه فالو وست تانية كده صديقه فالو كلهم وصلوا وقالوا لديرل انتوا لازم دلوقتي تمشوا بسرعه لان جيستينا طلعت عايشه وبتدور عليكم. وفعلا خد ديرل الكل وبداوا يطلعوا الطياره ويشغلوها بسرعه بحيث يمشوا. في نفس الوقت ده ولكن على الناحيه التانية كانت انا فاليري ماشيه بعربيتها عادي، بس فجاه طلعوا عليها جيستينا ورجالتها وثبتوها ونزلوها بقى من العربيه.
جيستينا دلوقتي قالت لأنا انت هتاخدينا غصب عنك لعند ديرل والولد اللي معاه، والا هقتلك دلوقتي حالا انت واللي معاكي. طبعا ما كانش عند أنا إمكانية إن هي تقول لا، وبالتالي خدتهم فعلا وطلعت. العبرة هنا إن أنا خدتهم فعلا للساحة اللي فيها الجراج اللي فيه الطيارة، بس دخلتهم من مدخل مختلف تماما. وهناك في المدخل ده عدوا بوابة كده، بمجرد ما عدوها طلع عليهم مجموعة زومبي من الحارقين، فضلوا يقتلوا في الجنود بتوع جيستينا وعضوا جيستينا هي كمان. بسرعة خدت جيستينا جنودها وطلعوا وقفلوا على أن البوابة لأنها طلعت مخططة لكل ده وعاملة لهم كمين. وقتها بصت لهم أن وهي مش خايفة من الموت تماما، وللأسف جم الزومبي وأكلوها. بعد اللي حصل ده طلعت جيستينا من هنا وكانت مرعوبة جدا، لأن يعني رجالتها جزء منهم مات وهي كمان اتعضت. بس فجأة سمعت صوت الطيارة فجريت عليها، والمرة دي وصلت لها بجد، فبدأت تضرب على ديرل واللي معاه رصاص من كل حتة ومن بعيد. وقتها ودع ديرل لوران وكارول وخلاهم بعد كده يركبوا الطيارة، فخدها آش وفورا بدأ يجري بيها عشان يطير. العبرة هنا ان بعدها على طول جت جيستينا وباقي رجالتها بعربيات، فسد عليهم ديرل الطريق بسور كبير عشان ما يعرفوش يكملوا ورا الطيارة، وفضل بقى يضرب عليهم نار وهم كمان يردوا، وهكذا وهكذا لغايه ما لقي ديرل ان جيستينا بعتت من ورا موتوسيكل كده على الطياره عشان يوقفها. فبسرعه مسك ديرل قناصته وضرب بيها الموتوسيكل ده وقعه. لكن بعدها جت عربيه تانية وفيها جنود وحرفيا هتخبط الطياره، فضل يحاول ديرل يضرب عليهم برصاص، ما قدرش لانه خلص رصاص. لكن الحمد لله حد ضربهم من بعيد فانحرفوا عن الطياره، وبالتالي الطياره اخيرا طارت ومشيت من المكان خالص. وعشان نعرف يا صديقي مين اللي ساعد ديرل وقتل الناس دي، هنبص جنب آش هنلاقي للاسف ان كارول نطت وقررت ما تمشيش، وحاليا هي واقفه دلوقتي جنب ديرل، والاتنين فرحانين جدا انهم ما سابوش بعض. وعرفته بعد كده كارول انها على فكره سابت عنوان الكومن وولز للوران واش عشان خاطر يروحوا على هناك ويبقوا هناك في امان. وبس يا سيدي، بعد اللي حصل ده جيستينا كانت مقهوره جدا جدا، وحست ان كل اللي حصل ده من البدايه لغايه دلوقتي كان على الفاضي، فقتلت نفسها وريحتنا. بعد ما خلاص خلصت الليله خد فالو ومساعدته كودرون وديرل وكارول وراحوا بيهم بقى عند مكان كده فاضي. وهناك قال لهم فالو انا جبتكم هنا عشان يعني كلمت 2 صحابي بولنديين بيلفوا العالم وعارفين يعني مداخل ومخارج كل الدول، نديهم مؤن هم في المقابل هيودوكم على امريكا. في اللحظه دي الكل فرحوا. بعدها فضلوا مستنيين لغايه ما جم الاتنين البولنديين دول، وكانوا على فكره زوجين. فاولا رحبوا ببعض، بعدها عرفوهم الزوجين انهم هياخدوا ديرل وكارول لامريكا عن طريق نفق هيوديهم الاول على انجلترا ومنها على كذا دوله تانية، وفي الاخر هيوصلوا امريكا. وبس اتفقوا الكل وخيموا هنا طول الليل وفضلوا يحكوا مع بعض. بعدها قعد ديرل مع كودرون لوحدهم. في الوقت ده ديرل كان حابب يشكر كودرون على كل اللي عمله معاهم من الاول لغايه دلوقتي. فوقتها قال له كودرون بس بجد انا عاوز اعرف حاجه، انت ليه قتلت اخويا زمان؟ فقال له ديرل انا ما قتلتهوش، بل بنت كده هي وجدها قتلوه. كودرون اتصدم جدا وقال له بس هي البنت دي نفسها اللي قالت لي ان انت اللي عملت كده، يعني ايه ضحكت عليا وكل اللي عملته ده من البدايه معاك كان كله غلط وملوش لزوم؟ وقتها قال له ديرل انت كده كده خلاص عوضت عن كل اللي عملته وانا مسامح. فبس عدى الموقف وراح قعد دلوقتي ديرل مع كارول لانه يعني شافها حزينه شويه. فقال لها ديرل مالك؟ فقالت له كارول ليا مده بشوف صوفيا بنتي كتير جدا ولكن على شكل زومبي، ونسيت خالص شكلها من قبل ما تتحول، وحرفيا الموضوع ده مخليني هموت من الزعل. وقتها طبطب عليها ديرل فضل يعني واسيها. وبس يا صديقي، تاني يوم بقى خدوا الكل بعضيهم وطلعوا ناحيه الانفاق اللي هتاخدهم لانجلترا، وهناك ودعوا الكل فالو والمساعده بتاعته، وخدوا بعد كده ديرل وكارول بعضيهم ومعاهم كودرون بالمناسبه لانه قرر يستقر معاهم في امريكا. المهم يعني راحوا كلهم كده بربطه المعلم مع الزوجين البولنديين، وبعد كده دخلوا الانفاق. بعد ما الكل دخلوا النفق طول الطريق كانوا عمالين يلاقوا جثث كتير هنا وهناك، والعبره ان بعدها لقيوا مخيم عسكري في نص النفق من ايام بدايه نهايه العالم. فقعدوا الكل يتفقدوا المكان ده، فلقوا ان كل الجنود اللي هنا ميتين بس العبره هنا انهم هم اللي قتلوا بعض، وكان باين جدا من الاثار اللي هنا انهم قتلوا بعض عشان الاقنعه اللي المفروض بتحمي من الغاز. طبعا الكل كانوا مستغربين بس ما اهتموش قوي وكملوا ماشي في النفق لغايه ما لقوا منطقه مليانه كميات كبيره من مخلفات بيولوجيه مختلطه مع جثث وكمان زومبي، وبالتالي المكان ده سام بشكل مش طبيعي وفيه غاز ممكن يجيب هلاوس. وقتها الكل قرروا ان هم يكملوا على امل انهم يطلعوا من هنا بسرعه قبل ما يحصل لهم اي حاجه. العبره هنا بقى ان في النص كارول بدات تهلوس بسبب الغاز اللي هنا، وبالتالي شافت بنتها فجريت وراها ودخلت جوه بوابه كده. وهنا اخيرا شافت كارول بنتها وهي على شكلها الطبيعي مش الزومبي، فخدتها في حضنها وهي كلها افتقاد لبنتها، ويعني طبعا كل ده هلاوس. بس عموما بعدها بنتها سابتها، فخدت كارول بعضها وبدات ترجع تاني للكل. اما بقى كودرون فهو وديرل بداوا يهلوسوا بسبب نفس الغاز، وكودرون دلوقتي شاف مجموعه من الزومبي بتتلم عليهم، فبداوا هو وديرل يقتلوا فيهم، ما عدا زومبي واحد بس شافوا كودرون على هيئه اخوه فما عرفش يقتله.
فجه ديرول وساعده وقتله له، بس كودرون لانه يعني مشوش افتكر ان ديرول قتل اخوه فبدا يتعارك معاه واصابه اصابه خطيره. بعدها فاق للحظه وشاف اخوه تاني وبيمشي من النفق فجري وراه وحرفيا اختفى كودرون تماما. وقتها قام ديرول ورجع تاني للمخيم بتاع العساكر ياخد من هناك اقنعه الغاز، لانه ادرك دلوقتي ليه الجنود قتلوا بعض على الاقنعه دي، وبالتالي لسه هياخد الاقنعه دي. كانوا الزوجين البولنديين وصلوا قبله وضربوا وخدوا هم الاقنعه. في اللحظه دي وقع ديرول خالص وهو مسلم نهائيا بالكامل ومستعد انه يموت، واكنه خلاص زهق من كتر المعافره في الحياه. وفعلا الزوجين كانوا هيقتلوه عشان ما ياخدش منهم الاقنعه. ففجاه جت ايزابيل لديرول لانه يعني لسه بيهلوس، بس العبره هنا ان ايزابيل فضلت تعرف ديرول ان لسه وقته ما جاش وانه مش هيموت دلوقتي خالص، بل لازم يفوق ويكمل معافره لان في ناس كتير محتاجينه. وفعلا بعد الكلمتين دول قام ديرول ومسك الزوجين وفضل يضرب فيهم لغايه ما قتلهم. بعدها مسك الماسك وبدا يتنفس منه، وبالتالي رجع لطبيعته واختفت ايزابيل من قدامه. بعد شويه كانت وصلت كارول عنده هي كمان، فادها بقى ديرول القناع التاني اللي كان معاه وعرفها كل اللي حصل. فمن سكات خدوا بعضيهم وكملوا مشي لوحدهم جوه النفق وهم مش عارفين ايه اللي مستنيهم وهيوصلوا لفين. فهل يا ترى هيعرفوا يطلعوا من النفق ده؟ ولما هيطلعوا ايه اللي مستنيهم وهيروحوا فين بالظبط؟ ولا يقابلوا كودرون بحكم يعني انه اختفى خالص من قدامهم؟ دي كلها اجابات للاسف مش هنعرفها غير في الموسم الجاي لما يتم انتاجه ان شاء الله، يعني ممكن تديها سنة كمان من دلوقتي. وبس كده، سلام.